هذه الحتة المقام يعني ما مقام يعني ضحك وفكاهة، لكن فساعة فساعة إن النفوس إذا كلت عميت. أصلا يعني إنها نكتة كده فرمالة قاعدين نقولها. يعني قد ما قربت تتقطع. أصلا النكتة كلها في حكاية واحد مشى، ما أصله قبل كده ما شاف لي صلاة. أول مرة مشى كده حضر صلاة الجمعة ويجي يحكي لأخوه حرس الإبل برا. قال له يا محمد الليلة ما مشيت الحلي. قال لي قلت لك الخلق دي داجة بس هدام أبو يوض ماشيين في نص الحلي. بس ضحكت الناس زي الباريتهم قبضتهم بعيني. قلت نشوف الناس زي ماشيين وين. بس زي ما مشوا أنا ماشي معهم. لحد وصلوا بيت كبير خلاص. وصلوا بيت في نص الحلي كبير خلاص يا زو. بس الناس اللي كنت نعلنهم برا بيخشوا. ولقيت لك بس حديده كده اللي بتجيب الناس بغسلوا فيها. غسلت كرياني وخدتني عيني برا وخشيت. قلت السلام زول ناغمني معي. بس الناس زي لم تنقلين قعدت في نص حتة كده قعدت فيها. بس جاي شفت محمد الحي الزين بتاع الأجاوي. هذا جا قعد في حتة عويلية كده قام واحد صيح وقعد. شفت محمد الحي الزين الراجل الطيب ده بتاع الأجاوي. لما له في شيء مع شقات ولما له في ناس ويلكم وفليكم ناس السويتوا ده بيطيروا ايه والحساب راجيكم ناس. قالوا ناس مسوينا سودة خلاص زول ناغم رفع راس مات بس إلا مدنقرين. قالوا لامي فيهم ويلكم وفليكم والحساب راجيكم عمايكم وفعايكم. قال قاعد سمع من كتر تزايد ما قعد ثاني قام عليهم. ويلكم وفليكم وفعايكم وعمايكم. وقال في النهاية شاشيبة مع شقات الجنازة عليهم. شلتني علينا وقالت كان بيصدقون في سنة من عارفه.